وليس فيما حضر الطعام إلا أن كان معتادا هذا. اي نعم. لكن مثلا في رمضان يعني عند الفطور يعني كثير يدعي أنه محتاج للطعام. اي نعم. هذه استمعوا يا جماعة، يقول بعض الناس في رمضان إذا أفطر أو في الصيام مطلقا إذا أفطر فإنه يتعشى عند الفطور، فهل يعذر؟ إذا كان نفسه تتوق إلى ذلك وينشغل قلبه يعذر، لأنه لا يتمكن من تقديم العشاء. ولكني أنا أرى أنه من الناحية الطبية الأفضل أن لا يتعشى، لأن كون المعدة خالية ثم يأتيها الطعام على وجه الشبع في آن واحد ليس من المستحسن طبا. ما أدري رشاد معنا؟ الحمد لله. إذن يأخذ ما تيسر من التمرات ومن الماء ومن القهوة ثم يطلع لصلاة المغرب.